اهلا وسهلا المتابعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. غادي نخرجكم معايا. المهم البلاصه اللي مشيت ليها راني شاركتها معكم المتابعين ديالي العزاز. المهم هذا النهار هذا مشيت للمول باش تعرفوا واحد الحاجه، باش ما نخبيهاش عليكم. هذا الفيديو هذا راني مصوراه قديم، راه نهار ما كانوش الوليدات، بحيث غتسولوني تقول لي سميه علاش ما خرجتيش وليداتك معاك؟ ما كانوش وليداتي كانوا مع والديهم، ما كانوش معايا، ولهذا انا قلت علاش لا ما نخصصش حتى هذاك النهار ديال الحد نخرج شي بلاصه انا مع الصحابات واختي وهذا. فقررنا اننا نمشيو للمول، وقلت علاش لا ما نصورش المتابعين ديالي الجوله في المول وفين مشيت وفين جيت. وواحد الحاجه غادي نشاركها معكم اللي اول مره في حياتي غادي نجربها. نتمنى نتوما تجربوها، يعني راه ماشي خساره ولا غادي تشبعوا فيها، غير ضحك صراحه. انا راني كنشوفها غير في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عمرني ما جربتها بحياتي لاول مره، اللي هي البنات باتيناج. صراحه كانت تجربه زوينه بزاف، واخا فيها شويه ديال ضروري ما تطيحي وتنوضي، ولكن صراحه شوفوا والله ما خسره فيها 85 درهم، صراحه ما خسرش فيها. هذه راه الاخت ديالي كنصاوب ليها باش حيت ما بغات تزيرهم مزيان، فصاوبتهم ليها انا. قول لي بعدا تبارك الله عليك، راكي عرفتي تلبسيهم بحكم اول مره، راه ما شاء الله عليه صافي، راه ما يتسالنيش، راه زعما 10 على 10 بعدا بدايه موفقه. المهم شوفوا في الاول كان واحد التخوف، حيت اول مره ما عارفاش لا بدا ما كتبقاي تشدي في جنابك، ولا بالك شي حد تقدري تشوفي بلا راه الخطر، ولا كتبغي تشدي فيه. راه ماشي غير انني ما كنعرفش، راه بزاف ديال الناس ما كيعرفوش، ولكن كنزعموه بشويه. نتوما شوفوا الزعمه فين غتوصلني، شوفوا الزعمه فين غادي توصلني. انا ضربتها بعدا واحد الطيحه، هذه هي الطيحه الاولى اللي طحت ونط، ولكن لا استسلم، راه نطيحوا ياك ونعاودوا نوضوا. هذه هي الحياه كاع بصفه عامه، ولكن واخا هكا قلت والله حتى غادي نعاود. صراحه ما جلستش فيهم بزاف، ما طولتش، تقريبا تكون غير شي نص ساعه هكاك. مع اللي خلاني نخرج شويه بكري من هنايا هو اختي. صراحه نوصيكم البنات الا بغيتوا تجربوا هاد التجربه اللي جربت انايا ديال الباتيناج، كننصحكم انكم تلبسوا مزيان، ما تقولبوش كيف ما تقول بات اختي ما لبساتش مزيان، دغيا جاها البرد صافي بغات تخرج. وانايا لبس مزيان، واللباس البنات ماما اللي لبساتني صراحه ديال الله. واحد السيده كانت شافت هاد نقول لها جلابه كاشميره واقيله، ولا المهم ما عرفت شنو غادي نسميها انا، راه ديال الوالده، وهي اللي كانت قالت لي ملي بغيتي تمشي لديك البلاصه لبسي. واختي عيات معها حتى هي كتقول لها لبسي مزيان، كتقول لها لا بلاش. انا اصلا قالت لها راه ما غندخل. شوفي على اختي كانت ما باغاش تدخل، راه ولكن بززنا عليها، ولكن راه ما لعباتش، هذا هو المشكل، بقات غير كتصورني هي ما لعباتش كاع. انا صافي قلت والو خصني نتعلم، ما عمري ما جربتها، خصني نتعلم. ولكن صراحه كانت تجربه زوينه، وعطوني الراي ديالكم البنات. راه الطيحه طحت شي جوج مرات اللي طحت صافي، من موراها كنسلك راسي بشويه، ولكن تجربه غزاله فنيونه، حمقت عليها انا بعدا، سطاتني، ومازال ان شاء الله غادي نعاود ندير ليها ان شاء الله الوليدات، لانهم شافوني وقالوا لي ماما علاش ما ديتيناش. انا قلت لهم ما كنتيش معايا، كنت معاياكم وديتكم. قلت لهم ولكن راه شوف راه ماشي خرجه بلا بكم وما ديتكمش معايا، يعني خليتكم في الدار ولا ما كنتوش، وقلت انا نمشي صافي. حتى انا راني مشيت وجربت هذا باش المره الجايه ان شاء الله ونديكم معايا. المهم كانت خرجه زوينه، واخا كليت دقه في يدي، ولكن ماشي مشكل، مع كليت بيديا داكشي باش تقصحت واحد شويه، ولكن معليش الحمد لله على كل حال. صافي من بعد ما سالينا من الباتيناج دزنا للبولينغ. صراحه حتى هو زوين، واول تجربه ليا ليه. اش غنقول لكم؟ شوف استمتعوا بالوقت ديالكم، خرجوا دخلوا تساراو مع راسكم نتوما وليداتكم، والله يرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه، هي اهم شيء. حتى حاجه في هذه الدنيا ما تستاهل اننا نتقلقوا على ودها، او ما ناخذوش راحتنا. مهم راكم فاهمين شنو بغيت نقول، واخا خاني التعبير، ولكن راكم فاهمين شنو بغيت نقول. مهم
خرجنا من المول ودابا حنايا في الرباط. ان شاء الله كنقلبوا على شي بلاصه فين غادي نتغداو. صراحه البلاصه اللي غادي نمشيو فاش غادي نتغداو حتى هي اول مره نمشي ليها، وكان من الاختيار كيف ما قلت لكم ديال اختي والناس اللي معانا. صراحه كانت خرجه غزاله ان شاء الله بالتعاوده ان شاء الله يا ربي. وكما قلت لكم حتى الا حطيتوا فلوسكم على هاد الحوايج اللي شاركت معكم ماشي خساره، كتستمتعوا صراحه ديال الله. كيف ما كتشوفوا هنا الحميمات. كنت خديت التصويرات هنايا راهم في الانستغرام. الناس اللي ما عارفينش انستغرام ديالي راه دايره سميه.محمود. نتمنى تدخلوا عندي. مرحبا بكم والف مرحبا، شرفوني. وراه اللي بغات تهضر معايا ولا بغات تواصل معايا على شي حاجه ولا الاعلانات ولا اي حاجه راني كنجاوب في الانستغرام. مرحبا بكم والف مرحبا ومنوره. انا الحمد لله بكم المتابعين العزاز ديالي، ونهلا يخطيكم عليا وكنبغيكم بزاف. المهم بالنسبه للاخوات اللي غايبه لهم تغيير في سميه، فسميه راه كتصرف معاكم في المواقع بحال الواقع. راه والله ما مغيره. انا بالنسبه للناس اللي كيعرفوني عن قرب وشايفيني والعائله والاصدقاء والى اخره عارفيني كنتصرف على طبيعتي. فإلا بان لكم نتوما اللي في المواقع كيبان لكم تغيير فراه غير تهيئ لكم. انا راه باقا انا هي انا الحمد لله. المهم هنايا جينا ليتل ماما. هذه واحد الريستو كيدير داكشي ديال الاكلات طاليانيه بزاف. وصراحه انا ما عرفتش شنو غادي ناخذ، فكان الاختيار ديال الناس اللي راني معاهم. قالوا لي احنا غادي نختاروا لك واحد بيتزا ليتل ماما راها زوينه. المهم قلت لهم انا ما عمري ما ذقتها. قالوا لي هي اللي غادي تاخدي وعطينا الراي ديالك فيها. قلت لهم صافي واخا مرحبا. المهم انا اللي قلت لي مرحبا ماشي مشكل، حيت اصلا ضغط ما عرفتش شنو غادي ناخذ صافي. وبقينا صراحه هاضرين، خدينا راحتنا صراحه ديال الله، درنا تصويرات. المهم خرجه كما قلت لكم دازت روعه بزاف فنيونه. وكما قلت لكم بتعويضه ان شاء الله. فقلت ما غاديش نخبي على المتابعين ديالي، غادي نشاركها معاهم. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هذه هي بيتزا ليتل ماما، فيها لي شامبينيون خضرين وفيها داند فومي. وهذيك الصوص البيضاء ما عرفتش بالضبط شنو المكونات اللي باش مصاوبينها، ولكن صراحه نعطيها انايا على انا بعدا. انا كنقول نقط ليها 7 على 10. اختي هي خدات طاقياطين. هذا ما كان. المهم المتابعين ديالي شكرا لكم حيت بقيتوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو اللي غادي نقول لكم. تهلاو في راسكم وبسلامه عليكم.